اكتر عربيتين بايعين في السوق المصري في اخر ربع في 2025 وكمان اول 2026. وهكشف لك مين فيهم عربيه بجد ومين فيهم مجرد شكل على الفاضي. تقريبا دول اكتر عربيتين الناس طلبت مني ان انا اقارن ما بينهم. معظم الرسائل والكومنتس اللي بتيجي مؤخرا عن مقارنات العربيات بتيجي عن الاس يو في. النهارده هقارن ما بين الام جي زد اس والشيري تيجو 7. خلونا اول حاجه نتكلم عن اداء المحركات. لو اتكلمنا عن الزد اس فهي بتيجي بموتور 1500 سي سي تنفس طبيعي. موتورها متواضع شويه، موتور نفسه طويل بس هادي لدرجه الملل. بتيجي بفتيس 4 سرعات، تكنولوجيا قديمه ولكن معمره. عيبها بس انك لو قررت تشد بالعربيه وانت معاك حموله هتهنج منك. تقييم عام للموتور ومنظومه الحركه 6 من 10. اما التيجو 7 فبتيجي بموتور 1500 سي سي تربو. موتور سحبه على الطريق خطير، ممكن يخليك تقشعر وانت بتاكسلريت. وبتيجي كمان بفتيس 6 سرعات، وده في الزحمه محتاج معامله خاصه عشان ما يسخنش منك. بس هي العربيه بتاع الجري يعني بتسحب معاك. تقييم عام للموتور ومنظومه الحركه 8.5 من 10. خلونا نتكلم عن العفشه والراحه عامه في العربيتين. الزد اس بتكون ناشفه شويه، يعني تحس بكل نقره على الطريق في ظهرك وانت سايق، بس في المقابل العربيه مسطره في الملفات، وخلونا نديها 7 من 10. التيجو 7 بقى كنبه ومرجحه، فيها عفشه خلفيه منفصله بتخليك ما تحسش ابدا باي مطب، بس عيبها في السرعات العاليه العربيه بتعوم منك سن. خلونا نديها تقييم عام للعفشه والراحه 8 من 10. حته بقى مهمه قوي لكل الناس، الخامات والتقفيل. عامه الام جي في الحته دي مؤخرا بقت راكبه القطر ومش شايفه حد، وفي العربيه دي كمان تكسب بوضوح. تقفيل عام محترم، جلد في كل حته، ملمس ناعم. العربيه بتديك احساس البريميوم من الاخر. عامه بتحس ان هي اغلى من ثمنها شويه، فهديها طبعا 9 من 10. خلونا نتكلم عن التيجو 7. بلاستيك كتير قوي، تقفيل عملي زياده عن اللزوم، زيرو بهرجه. عمرها ما هتقدر تديك نفس احساس الفخامه اللي بتديهولك ام جي. تيجو 7 في الحته دي بتاخد 6 من 10. طيب نتكلم عن المساحات الداخليه والعربيه عمليه قد ايه. الزد اس طبعا عربيه شبابيه مفيش كلام، او لو حتى اسره صغيره، يعني لو عندك طفل او طفلين صغيرين كمان العربيه كويسه جدا معاك. الكنبه اللي ورا والشنطه يا دوبك يقضوا الغرض، اكبر من كده لا، بس هي عربيه في الاصل تعتبر شبابيه يعني. بس خلونا نديها في المساحات 6 من 10. تيجو 7 هنا هتكسب بلا منازع، عربية العيلة. الكنبة والشنطة الخلفية ملعب كورة، تطلع بيها سفرية وانت مرتاح، تاخد شنطك كلها والعيلة. فخلونا ندي الشيري تيجو 7 هنا في المساحات والعملية 9 من 10. زي كل مرة معالي الباشا خلينا اديك روشته. لو عايز تمشي مع الموضة وتركب عربية شيك تقفلها نظيف شبابية خليك في الام جي زد اس. اما بقى لو انت محتاج عربية بجد لعيلتك فخليك في الشيري تيجو 7، عربية عيلة من الدرجة الاولى. لو تقدر تدي عربية منهم لقب ملكة الفئة المتوسطة تديها لمين؟ للام جي زد اس ولا للشيري تيجو 7؟ استني منك تقول لي تجربتك لو ركبت اي عربية فيهم. بالنسبة للناس اللي بتختار بعقلها مبروك مقدما.